يعني ايه بيؤدي للانحراف؟ يعني نسب الطلاق اللي احنا شايفينها دي كلها بسبب تحريف معنى الجواز. اللي بتبقى متجوزه علشان واحد يفسحها ويخرجها او يصرف عليها، واللي بيبقى متجوز واحده علشان تسلي مامته او تخدمها، واللي بيبقى متجوز علشان يجيب عيلين وخلاص. او عاده الست هي اللي بتبقى عايزه تعمل كده في نسب كبيره، اللي بتبقى متجوزه علشان تجيب عيلين وخلاص. اول ما بياخدوا السبب اللي هم متجوزين علشانه بيبقى موجود، الجواز بالنسبه لهم بيفقد قيمته. علشان كده احنا المفروض عايزين نتدرب ونتعلم مع بعض من هنا ورايح المعنى الحقيقي للزواج، وهو ربنا قال لنا عليه، مش محتاجين نبذل اي مجهود خالص. الجواز سكن وموده ورحمه، الدين قال لنا كده. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام جه علمنا الكلام ده نعمله ازاي في هيئه سلوكيات، ازاي نحقق السكن والموده والرحمه. كان حنين، كان بيراعي زوجاته،